ما شاء الله على الجمال والحلاوة اللي حضراتكم شايفينها ديت. هنعمل معاكم الزبادي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهنعرفكم السر اللي محدش بيقول لكم عليه يا جماعة. السر في معلقة واحدة بس، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. تابع الفيديو للنهاية وإن شاء الله يعجبكم. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطبخ نادر سليمان إن شاء الله هنعمل مع حضراتكم طريقة عمل الزبادي. أول حاجة هنبدأ بيها الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. إن شاء الله هنعمل مع بعض كيلو لبن وأصغر زبدية في السوق يا جماعة. دي هتبقى الخميرة بتاع الزبادي. والسر في معلقة النشا اللي معانا معلقة نشا إن شاء الله. هي ديت السر اللي محدش بيقولكوا عليها يا جماعة، وهنعرفكم إزاي نستخدمها. معانا كوباية زبادي صغيرة أو علبة زبادي صغيرة، أصغر علبة زبادي في السوق، ومعايا كيلو اللبن، ومعايا معلقة النشا. هنبدأ نحط كبشتين أو كبشة وربع كده على كل بولة من دول، على الزبادي وعلى النشا. زي ما حضراتكم شايفين مش محتاج ان احنا نتكلم في اي حاجة، هي باينة خالص. مفيش لبن، كيلو لبن، علبة زبادي، معلقة نشا. هنحط اللبن على النار لحد ما يغلي. طبعا يا جماعة محدش بيغليه، هما بيسخنوه بس، لكن احنا هنغليه. وهنبدأ ندوب النشا بتاعتنا باللبن زي ما حضراتكم شايفين كده على ما اللبن يغلي. اللبن غلي، هنبدأ ان شاء الله ننزل بمعلقة النشا. طبعا يا جماعة معلقة النشا دي مش بنربط اللبن، ولكن دي بنعمل عرق للبن، بس بنعمل له عرق للبن عشان ما ينطرش المية بتاعته، او يخرج المية بتاعت الزبادي لما يتجمد ان شاء الله. ما ينطرش المية بتاعته بره، يبقى مفيش فيه اي مية ولا اي حاجة. هنبدأ نقلب كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين بعد الغليان. وحطينا طبعا معلقة النشا باللبن بتاعنا اللي دوبناها مع اللبن، وهنبدأ نقلب 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 زي ما حضراتكم شايفين. احنا كده بنعمل له العرق يا جماعة، بنعمل عرق للبن اهو. هو لبن زي ما هو، معلقة النشا طبعا مش للربط زي ما قلنا، ما بنربطش اللبن، ولكن بنعمل له زي عرق كده، تقل بسيط في اللبن بس. بنقلب كويس جدا لحد ما يبدأ ياخد غلوة تاني. طبعا اول ما بنحط اللبن بالنشا بدأ ان هو يهبط، بدأ يغلي اهو تاني. مع التقليب بنقلب كويس جدا، وهنبدأ نشيله زي ما حضراتكم شايفين اهو. اللبن بتاعنا زي ما هو يا جماعة لبن، بس بقى فيه عرق، فيها سمك خفيف خالص. ده عرق، العرق ده اللي هيربط لنا. وده السر اللي محدش يقولك عليه يا جماعة. ده سر المصانع، ان مفيش حد بيعرفه او محدش بيقول عليه. احنا عرفناكم السر من داخل المصنع اصلا، احنا وقفنا مع المصانع وهي بتصنع. فده السر اللي محدش بيقول عليه يا جماعة. هنبدأ نسخنه لحوالي مثلا ما يوصل لدرجة حرارة 50. طبعا هو كان بيغلي، هنسيبه بس لغاية ما يغلي يبرد شوية. لما يبقى حرارته حوالي من 50، وهنبدأ نقولك هنعمل ايه. هو لبن زي ما هو خالص اهو، بس بقى فيه عرق بس. هنبدأ بعد ما اللبن بقى يعني بقى دافي شوية، نقدر نحط صباعنا فيه كده حوالي من درجة حرارته بقت 50. هنبدأ طبعا نجيب معلقة الزبادي اللي احنا اللي هي هتبقى الخميرة بتاعة الزبادي بتاعنا يا جماعة. علبة الزبادي ديت احنا حطينا عليها كبشة لبن، وهنقلبها كويس زي ما حضراتكم شايفين اهيت. دي علبة الزبادي قلبناها في شوية اللبن، وهنبدأ نحطها على اللبن بتاعنا. دي الخميرة بتاعة الزبادي. احنا بنعرفكم الطريقة من منبعها، وبنعرفكم الطريقة الصح لعمل الزبادي. ده زبادي بلدي يا جماعة، ان شاء الله يطلع معانا ولا اروع باذن الله. هنبدأ نقلبه كويس لحد ما الخليط كله يخش في بعضه، الزبادي بالخميرة باللبن بكله زي ما حضراتكم شايفين اهو. وهنبدأ بعد كده نجيب الكوبايات او البولات بتاعتنا اللي احنا هنبدأ نعبيها بالزبادي. ماشيين مع حضراتكم خطوة بخطوة ان شاء الله. اللي بيشوفنا لأول مرة ما نسيناش من عمل اللايك والشير الجميل بتاعكم. عايزين الفيديو ده يا جماعة بمناسبة شهر رمضان الكريم، كل سنة وحضراتكم طيبين، يوصل لأكبر عدد ممكن ان شاء الله بإذن الله. احنا بنحاول يا جماعة لما نعمل فيديو يا اما نعمله صح ومن منبعه وبكل تفاصيله، يا اما ما نعملوش. هنبدأ نجيب البولات بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين، وهنبدأ نعبي الزبادي بتاعنا. نشتغل معاكم بطريقة بسيطة جدا وبطريقة سهلة جدا، لا فرن بقى ولا أي حاجة يا جماعة. مفيش فرن ولا حاجة، هو اللبن زي ما حضراتكم شايفين. عبينا الزبادي بتاعنا، وهنقول لكم هنعمل إيه علشان يمسك معانا. خد معانا حوالي من 3 برامات، ومعانا صغيرين طبعا، ومعايا 3 كاسات. هنبدأ نجيب صينية عالية كده أو حلة
وهنبدأ نجيب مية سخنة بتغلي، وهنبدأ نحط لحد بس ايه المية تبقى توصل لحد النص كده بتاع الكاسات او نص البرامات، وهنبدأ نرص فيها الزبادي بتاعنا. طريقة جدا سهلة وبسيطة، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. اهم حاجه يا جماعه ما تنسوناش من اللايك والشير الجمال بتاعكم، لان احنا بنعمل لكم فيديوهات والله من منبعها، ولو تعرفوا احنا قد ايه بنتعب لما نعمل فيديو بحيث ان هو يوصل مظبوط ويوصل بالطريقه الصحيحه. احنا ما بنجيبش كده، ما بنقلدش حد، احنا بنعمل الشغل الصح. زي ما حضراتكم شايفين بعد ما رصيناه هنبدا نغطي عليه وندفيه يا جماعه في مكان دافي من 5 ل6 ساعات. زي ما حضراتكم شايفين كده من 5 ل6 ساعات ان شاء الله هيبقى الزبادي جاهز بتاعنا. بعد 5 ساعات ونص تقريبا او 6 ساعات الا ربع زي ما حضراتكم شايفين ده كده الزبادي بتاعنا يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. يعني هنشوفه مع بعض وهنقطع بالمعلقه مع بعض وهنشوف الجمال بتاعه والنعوميه وازاي كريمي، وما فيش ما هوش ناصر ميه بره ولا هو سايب ميته ولا حاجه يا جماعه. والزبادي لونه بسم الله ما شاء الله كله دسامه، زبادي بلدي 100%. زي ما حضراتكم شايفين اهو ماسك نفسه لا سايب ولا حاجه، زي ما حضراتكم شايفين بكل الاشكال حطيناها بحيث نعرفه ان هو ماسك ما شاء الله. يعني الزبادي طالع معانا مظبوط 100%، شغل المصانع بالظبط يا جماعه. اهو هنبدا نقطع مع حضراتكم زي ما هتشوفوا كده. شايفين اللمعه يعني اللمعه بتاعته اهي باينه، والنعوميه بتاعته ما شاء الله وكريمي وما هوش ناطر ميه ولا حاجه يا جماعه. زبادي والطعم صراحه مش قادر اوصفه لكم، طعم ولا اروع. زبادي 100% بلدي يا جماعه، ما فيش فيه اي حاجه. طبعا معلقه النشا ما عادش باينه ان احنا سيبناها تغلي على النار فاختفت خالص زي ما حضراتكم شايفين. والله العظيم بجد صراحه الطعم ولا اروع. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك والشير الجميل بتاعكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.